كثير من المسلمين هم الأجدر أن يكونوا أحمق البشر على وجه الأرض. نحن، تعرفون لماذا؟ لأن بين أيدينا نورا إلهيا، كتابا محفوظا، آية آية، وكلمة كلمة، وحرفا حرفا أيها الإخوة، وهو دستور التوحيد. دستور التوحيد، التوحيد الخالص الصافي، أقصر طريق لمعرفة الرب لا إله إلا هو، وآمن وأضمن طريق، أضمن طريق على الإطلاق، القرآن العظيم. إلا أننا نخر عليه صما وعميانا. لم نستطع أن نستفيد من كتاب الله تبارك وتعالى في أن نبني عقيدة حقيقية في الله تبارك وتعالى تعكس الله كما يعكسه القرآن. لم نفعل هذا، نحن نفعل العكس تماما. ما رأيكم؟ نفعل العكس تماما. نحن لا نعمل أيها الإخوة لكي نكيف أنفسنا، أفكارنا، مواجيدنا، عقولنا، أهواءنا وفق القرآن العظيم، بل نفعل العكس تماما، نكيفه وفقنا نحن. نحن لا نتكيف معه، بل نكيفه وفق أهوائنا. أهواؤنا ثأرية، نحب الثأر، نحب أن نثأر من هذه الطائفة، من هذه الفئة، من هذه الأمة. نفعل هذا وبسم الله، وندعي أن الله يرضى بهذا ويحب هذا. هذا كذب، هذا كذب أيها الإخوة. لا يسأل أحدنا نفسه سؤالا بسيطا وسهلا: ما هي أولوية الله في القرآن الكريم؟ الله يريد أن يعرض نفسه بدرجة أولى على أنه ماذا؟ طبعا الأولوية واضحة جدا لكل من قرأ كتاب الله. والله تالله وبالله لو قرأ القرآن ملحد لا يؤمن حتى بإلهية مصدره، ولكن قرأه لكي يتكلم فيه بكلام علمي، كلام علمي محايد موضوعي، لقال لك صاحب هذا الكلام واضح أن أولويته أن يعرض نفسه على أنه ماذا؟ منبع الرحمات. 114 سورة باستثناء التوبة، في كل سورة، في رأس كل سورة، بسم الله الرحمن الرحيم باستمرار. أكثر الأسماء بعد كلمة الله تبارك، بعد اسم الله ورودا في كتاب الله، الرحمن الرحيم. واضح أن صاحب هذا الوحي، صاحب هذا الكلام هو الرحمن الرحيم، أولويته أن يكون رحمن رحيم، يعرض نفسه على أنه الرحمن الرحيم. لماذا تعرض له على أنه نقمة، على أنه عذاب، على أنه كراهية، على أنه حرب ودم وقتل؟ كيف؟ لأنك في الحقيقة لم ترد يوما أن تتعرف على الله. أنت أردت أن تتخذ الله وكلمات الله فقط ذريعة ومسوغا لأهوائك وثأرياتك، لاختلالك النفسي والمواجيد والعاطفي، وتزعم أن هذا كلام الله وهذا ما أراده الله، ويصدقونك. أمثالك أيضا، أمثالك. أنا أصدق أيها الإخوة، أصدق وأوافق وأصادق على أن أكثر هؤلاء الأتباع فعلا إنما تهوروا وتورطوا لأنهم صدقوا ما لقنوا، ما ألقي إليهم. لكن هذا لا يكفي، هذه ليست نهاية القصة. نهاية القصة أيها الإخوة تقول هذا ثمن تعطيل ملكة العقل. حين تعطل هذه الجوهرة الإلهية التي أعطاك الله تبارك وتعالى، هذا هو الثمن. الثمن تتحول إلى مجرم وإلى وثني وإلى مصنم وإلى قاتل، لأنك عطلت هذا. ولن يكون لك من هذا حجة تشهد لك وتدفع عنك بين يدي الله يوم القيامة. الله سيقول لك لماذا أعطيتك هذا إذن؟ لو كنت أريد أن تتبعهم على عقولهم وآرائهم لما أعطيتك عقلا، لا أعطيتك قوة أخرى أسميها القوة المقلدة، جهاز مغناطيسي هكذا ينجذب لآراء الآخرين، لرأي القائد الفكري والروحي. واحد هذا من كل مليون أخلق واحدا. هذا لا يعجز الله، لكنه لم يفعل هذا. أعطى كل منا هذه الجوهرة لكي يستعملها، عطلتها بإرادتك. لماذا؟ لأنك صنمت البشر وزعمت أنهم قديسون، وأنهم أشباه الأنبياء وأشباه الملائكة، وأنهم تقريبا معصومون ولا يخطئون ويفهمون ما لا أفهم ويدركون يا رجل، أنت عندك عقل وعندك فطرة، عندك الإنسانية، عندك فطرة وعندك الإنسانية. تذكروا دائما أيها الإخوة أن وهذا ما أكدته أكثر من مرة، آخر ما يمكن أن يزور الإنسانية. الدين يزور قبل الإنسانية. مش معناها أنه
يعني الدين أقل أهمية من الإنسان، ليس هذا، لكن المرتكز، الأرض الصلبة التي يشاد عليها بناء الدين، خطاب التكليف، هي الإنسانية. إذا أمكن أن تزور إنسانيته، كل شيء بعد ذلك لا جدوى منه، كل شيء يزور، كل شيء قيد التزوير، قيد التزييف. الإنسانية مهاد قوي جدا. تعرفون ما الذي يحصل أيها الإخوة؟ يعلمون أنفسهم ويلقنون أتباعهم بأنه من الممكن جدا أن تؤمن بأن الله هو الرحمة، وأن محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام وآله هو رحمة العالمين، وفي الوقت ذاته تؤمن بما يؤكد كل إخوانك من البشر، من بني آدم، من الناس، أنه جحمة ونقمة ولعنة تنسب إلى الله، وأكثر من هذا إلى رسول الله. الرسول فعل والرسول عمل أشياء كلها نقمة، كلها جرائم تنسب إلى رسول الله، وحاشا. أنا أصدق ماذا؟ أصدق رواية. أين تكن هذه الرواية؟ لا يهمني. لا تقول لي في بخاري مسلم، رواية، هذه رواية بشر، فلان عن فلان عن علان عن زيد عن عثمان، بشر يخطئون يصيبون يكذبون، بشر. ولا أصدق كتاب الله الذي قال وإنا له لحافظون. فإذا قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كيف أصدق أنه كان جزارا ذباحا وكان